السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى إخوات وأجمل مامس في الدنيا، عاملين إيه؟ بتمنى لكم كل خير. النهاردة فيديو جديد، تابعوه للنهاية وإن شاء الله هتستفادوا. وأخيرا بعد طول انتظار طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل، وطبعا دي فرصة للشباب اللي عايز يتجوز وبيدور على شقة، أو لأي حد أو بعض الأسر اللي قاعدة في إيجارات جديدة. وطبعا كلنا عارفين أسعار الإيجارات الجديدة دلوقتي بقت عاملة إزاي، فأنا شايفة إن دي فرصة لأي حد بيدور على شقة، ومبادرة كويسة جدا. في كمان ناس كتيرة دلوقتي بتدور على الأماكن الهادية بعيدة عن الزحمة والإزعاج والعشوائيات. والمفاجأة إن في بعض المدن الجديدة هيبقى فيها استلام فوري لمحدودي الدخل، وده نظام جديد عاملينه السنة دي، أول مرة تنزل وحدات تسليم فوري. واستني يا جماعة علشان الموضوع ده شاغل ناس كتير، هيبقى من 21 لحد 50 سنة. في الفيديو النهاردة إن شاء الله هوضح كل حاجة عن الإعلان رقم 18 سكن لكل المصريين. وقبل ما نبدأ وكالعادة نصلي ونسلم ونبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب، عايزة أقول وأطمن الناس اللي مستنية شقق الإسكان الاجتماعي لمحدود الدخل إن الإعلان نزل بشكل رسمي. تقدروا تجهزوا الأوراق المطلوبة منكم، والتقديم إن شاء الله هيبدأ من يوم 26/11/2024 إلى 24/12/2024. طيب، إيه اللي المفروض نعمله خطوة بخطوة علشان نبقى جاهزين لتقديم أوراقنا؟ حضرتك أو حضرتك بتسحب كراسة الشروط من البريد، ودي تمنها 300 جنيه، زائد كمان إن أنت بتدفع 355 جنيه مصاريف إدارية، زائد مصاريف البريد طبعا 200 جنيه، زائد جدية الحجز. وبعد كده بتجهز الأوراق المطلوبة وترفعها على الموقع الإلكتروني، وبعد شهر من غلق الموقع من التقديم بتظهر النتيجة من 3 ل6 شهور. بس في نقطة مهمة عايزة أوضحها، نقطة مهمة جدا. في ناس بتشتري كراسة الشروط وبعد كده بترجع في كلامها وتقول لا مش هحجز، وتبيع الكراسة لأي حد. نصيحة، اوعوا تشتروها منه نهائي حتى لو ادهالكم ببلاش. طب ليه؟ علشان الكراسات دي بتتسجل على السيستم باسم ورقم بطاقة ورقم موبايل صاحبها. يعني لو اشتريتوها من اي حد خارج مكتب البريد، اسمك مش هيكون متسجل على السيستم، وكده ربنا يعوض عليك. وكمان في حاجة عايزة اوضحها، ما ينفعش تسحب كراسة الشروط وانت مسافر برا خارج البلاد، لان لو بعد كده اتطلب منك شهادة تحركات هيتم رفض الملف. طيب، لو انا داخل البلد وما عنديش وقت او حصل ظرف وما قدرتش اروح اسحب كراسة الشروط لأي سبب ما بنفسي، اعمل ايه؟ بسيطة، هتبعت حد بس لازم يكون معاه اصل البطاقة، بطاقة الرقم القومي بتاعتك او بتاعتك ضروري، ورقم الفون اللي معاك او معاكي دايما موجود معاكي دايما وبتستخدميه. وضروري جدا قبل ما تشتروا كراسة الشروط لازم رقم الموبايل اللي هتسجلوه في البريد وفي كراسة الشروط او على الموقع الالكتروني يكون باسمكم، لأن رقم الموبايل ده هيبقى الوسيلة الوحيدة للتواصل ما بينكم وما بين الاستعلام والبنك طبعا. علشان كمان لو مش باسمكم أو ضاع أو اتوقف وحبيتوا تغيروه، ده طبعا هيعطلكم لمدة طويلة لحد ما يتم تغيير الرقم على السيستم، أو لا قدر الله ممكن الموضوع كله يضيع ويترفض. تمام، نيجي بقى لأهم حاجة وهي الأوراق المطلوبة. بس أنا بنصح أي حد عاوز يقدم في الإعلان اللي هيبدأ ده، ضروري إنه يعمل قيد عائلي بداية من أول الشهر، اللي هو أول شهر نوفمبر الجاي إن شاء الله، لأن استخراجه بياخد وقت من أسبوع ل20 يوم طبعا، وده طبعا للمتزوجين. أما المطلقات والأرامل لما لهمش قيد عائلي. أول حاجة الأوراق المطلوبة من المتزوج أو المتزوجة: صورة من بطاقة الرقم القومي سواء كانت للزوج أو للزوجة وبس تكون سارية، قسيمة الزواج بتكون كمبيوتر، شهادة ميلاد الأولاد برضو كمبيوتر، قيد عائلي مميكن ده طبعا بيجي من السجل، استمارة الحجز والإقرار ودول بيبقوا موجودين في كراسة الشروط، إيصال شراء الكراسة، إيصال دفع مقدم الحجز، عقد إيجار لو موجود، لو أنا مثلا ساكنة في إيجار، زائد أي إيصال مرافق سواء غاز أو مية أو كهرباء.
برنت تأمين للزوج أو الزوجة سواء متأمن عليهم أو مش متأمن عليهم. مفردات مرتب، طبعا ده لو الزوج موظف. مفردات مرتب برضو للزوجة في حالة إنها تعمل أو إقرار بعدم العمل. شهادة إثبات دخل من محاسب قانوني في حالة إنك عمل حر، يعني مش موظف حكومي وغير مؤمن عليك أو صاحب بطاقة ضريبية أو مسجل في أي نقابة. بالنسبة للأوراق المطلوبة للمطلقة، صورة من بطاقة الرقم القومي، زائد قسيمة الطلاق دي بتكون كمبيوتر، شهادة ميلاد الأولاد برضو كمبيوتر، استمارة الحجز والإقرار برضو دول موجودين في كراسة الشروط، زائد إيصال شراء الكراسة، إيصال دفع مقدم الحجز، عقد إيجار لو موجود، وإيصال مرافق برضو زي ما قلنا قبل كده مع المتزوجين، برنت تأمينات لو موظفة، مفردات مرتب، برنت معاش لو بتاخدي أي معاش، شهادة إثبات دخل من محاسب قانوني في حالة إنك بتشتغلي عمل حر أو ربة منزل أو غير مؤمن عليكي، أو صاحبة بطاقة ضريبية أو نقابة، زي ما قلت قبل كده. برضو حكم النفقة في حالة الحصول على نفقة، أو اختار بعدم الحصول على نفقة من بنك ناصر الاجتماعي. أما بالنسبة للأوراق الخاصة بالأرملة هي نفس الأوراق، ولكن هنا طبعا هتجيب شهادة وفاة الزوج كمبيوتر. أما بالنسبة للأوراق المطلوبة للأعزب، هي صورة برضو من بطاقة الرقم القومي، زائد إيصال مرافق، عقد إيجار لو موجود، استمارة الحجز والإقرار، زائد برضو إيصال شراء الكراسة، إيصال دفع مقدم الحجز، زائد برنت تأمينات إن وجد أو لو مش موجود، زائد مفردات المرتب في حالة إنك موظف، وشهادة إثبات دخل من محاسب قانوني في حالة إنك عمل حر أو غير مؤمن عليك أو صاحب بطاقة ضريبية. وعايزة أقول كمان حاجة مهمة، يتم إرفاق صورة البطاقة الضريبية والسجل التجاري في حالة إنك صاحب شركة أو محل أو مكتب أو عيادة أو مطعم أو صيدلية، وبرضو لو أنت محامي أو مهندس أو دكتور، بترفق مع الإعلان أو مع الأوراق كارنيه النقابة الخاص بيك، وبرضو كارنيه الإعاقة في حالة إنك من ذوي الهمم. كمان لو أنت سائق حر لازم صورة من رخصة القيادة. عايزة أقول لكم إن إجمالي الوحدات المطروحة 78,730 ألف وحدة سكنية، دي لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين. هنا المساحة طبعا بتتراوح من 75 متر ل90 متر. في وحدات سكنية جاهزة للتسليم، أيوة جاهزة للتسليم الفوري لمحدودي الدخل، وطبعا دول في عدد من المراكز والمحافظات: الجيزة، الشرقية، المنوفية، الفيوم، الإسماعيلية، البحيرة، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، بني سويف، المنيا، سوهاج، قنا، أسيوط، الأقصر وأسوان. وأسعار المحافظات دي بتتراوح من بين الوحدة في المحافظات دي بتتراوح ما بين 184 ألف ل 400 ألف جنيه. طبعا دي وحدات جاهزة للتسليم على حسب الوحدة ومساحتها الأسعار بتتراوح. وفي كمان وحدات جاهزة للتسليم لمحدودي الدخل بالمدن الجديدة زي أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، مدينة السادات، أخميم الجديدة، سوهاج الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، غرب قنا، أسوان الجديدة، طيبة الجديدة. وهنا أسعار الوحدة برضو بتتراوح على حسب المساحة والمكان، بتبدأ من 415 ألف جنيه ل 530 ألف جنيه، ودي وحدات جاهزة للتسليم الفوري. تمام. أما بالنسبة للوحدات اللي هيتم تسليمها خلال 3 سنوات لمحدودي الدخل، هتبقى طبعا بالمدن الجديدة زي حدائق العاصمة، 15 مايو، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، السادات، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة. وأسعار الوحدة هنا هتبدأ من أو هتتراوح من بين 542 ألف ل 700 ألف برضو على حسب الوحدة ومساحتها ومكانها. طيب تمام، أنا قدمت كل الأوراق المطلوبة مني وانطبق عليا الشروط وكل حاجة تمام.
هنبدأ بقى ندفع الأقساط الربع سنوية. أنا بتكلم بالنسبة اللي هم هيستلموا بعد 3 سنوات. هتبدأوا بقى تدفعوا أقساط اللي هي الربع سنوية لمدة 36 شهر. هيبقى سعرهم 6000 جنيه كل 3 شهور لمدة 36 شهر بإجمالي 72,000 تقريبا. وبعد ال3 سنوات بينزل لك استعلام من الصندوق علشان يتأكد من الأوراق المطلوبة اللي انت قدمتها وقت نزول الإعلان، أو لو في أي حاجة جديدة عندكم، يعني لو مثلا الوظيفة اتغيرت أو غيرتم مكان السكن أو في تغيير في الحالة الاجتماعية، كمان بتجهز الأوراق الدالة على التغيير ده. بعد كده بتتحول للبنك الممول لتمويل الشقة أيا كان نوع البنك اللي هتتعامل معاه. وبعد كده البنك هيعمل عليك دراسة ائتمانية علشان يحدد المقدم ويحدد القسط الشهري. وطبعا دول بيختلفوا من شخص للتاني ومن بنك للتاني، وبتحسب على حسب السن والدخل الشهري بتاعك والوظيفة وفترة التمويل. طيب، وفي حاجة كمان مهمة حابة أوضحها لكم، إن مقدمة جدية الحجز 20,000 جنيه ده بالنسبة للمحافظات. أما بالنسبة للمدن الجديدة هيبقى مقدمة الحجز أو مقدمة جدية الحجز هيبقى 30,000 جنيه. ومن يوم 18/11/2024 لحد 25/11/2024 ده هيبقى مخصص، يعني التقديم هنا هيبقى مخصص للمواطنين اللي من ذوي الهمم فقط. ومن يوم الثلاث 26/11/2024 لحد يوم الثلاث 24/12/2024 ده هيبقى للجميع. في حاجات برضو حطوها في الاعتبار يا جماعة، ان لو انت مقدم على شقة واستلمتها مراتك ينفع تقدم دلوقتي؟ الإجابة طبعا لأ. لو مقدم على شقة إسكان اجتماعي واستلمتها ينفع أقدم إسكان متوسط، يعني أنا خدت شقة محدود الدخل هي إسكان اجتماعي، ينفع أقدم دلوقتي على متوسط الدخل؟ برضو الإجابة لأ. لو مقدم على شقة وسحبت الفلوس ينفع أقدم على الإعلان الجاي ده اللي لسه هيبدأ في نوفمبر إن شاء الله؟ ينفع طبعا، ولازم يكون معاك إيصال سحب المقدم من الإعلان القديم، لازم يبقى معاك الإيصال اللي انت سحبت بيه. طيب، في حد هيقولي لو جوزي مقدم واستلم شقة وأنا كنت على ذمته بعدها انفصلنا، ينفع أقدم دلوقتي؟ ينفع طبعا. وبرضو لو قدمت ودفعت المقدم وما حصلش نصيب واترفضت، ينفع؟ السؤال برضو هيسأل، ينفع اخد فلوسي تاني ولا كده هتروح عليا؟ هنا هقولك هتاخد كل جنيه دفعته ما عدا مصاريف الاستعلام اللي هي 355 جنيه ومصاريف البريد اللي هم قلناهم في اول الفيديو 200 جنيه، يعني هتاخد فلوسك كلها ناقصة حوالي 555 جنيه، دول لا يردوا. كده تمام. يا رب أكون وصلت لكم المعلومات بطريقة بسيطة وسهلة، وكونوا استفدتوا من الفيديو ولو حاجة بسيطة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، لايك وشير على قد ما تقدروا. ولو أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس ودوسي على علامة الكل علشان يوصلك كل جديد. قناتي مامز تشانل. مع السلامة.